لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. نعم. What do you want؟ ماذا تريدين؟ عايزة ايه يا نيلي؟ عايز اعرف وصلت شركتك ولا لسه؟ شركة ايه؟ انا مزنوق على الكوبري، البلد فوق بعضها. انت نزلت من ساعتين يا كرم، كوبري ايه اللي مزنوق عليه؟ كوبري ايه اللي مزنوق عليه؟ والله شكلها كده مش اقل من 3 ساعات عشان خاطر اعرف اوصل الشركة نفسها. هي زحمة للدرجات دي؟ ايوه يا بنتي، يظهر اننا هنقضي الكام يوم اللي فاضلين دول على الكوبري. ما تيجي تقابليني على الكوبري يا نيلي؟ كوبري ايه يا كرم؟ عمتك مصدعاني من الصبح ومصرة انها تسافر المنصورة. يا نيلي يا نيلي، اوعى تخليها تتحرك من مكانها، قولي لها الشوارع زحمة ومقفولة بجنون، وانا واثق ان الناس دي مش عارفة هي رايحة فين اصلا. ما تقلقش، انا هاخدها وننزل نقعد في الجنينة عندي لحد ما ترجع. جنينة ايه يا ام جنينة؟ جنينة ايه يا ام جنينة؟ اللي يسمعك كده يحسبك ان انت ساكنة في قلب فيلا على النيل. ده الحكاية كلها متر في متر في شجرة مفرعة نازلة من فوق عندك لعندي فوق تحت. انت بتقول ايه؟ لو سمحت تتكلم عن بوسينة باحترام. مش لما هي تحترم نفسها الاول؟ فين المانجا؟ فين المانجا اللي المفروض تطرحها؟ ولا هي عمالة تفرع كده بس على الفاضي؟ فاشلة، شجرة فاشلة زي صاحبتها. تصدق ان انا غلطانة واستاهل ضرب الجزمة؟ يعني انا سايبة شغلي وحالي وقاعدة جنب عمتك وكمان بتتريق على بوسينة؟ ده انت بني ادم ما عندكش دم. والله العظيم انت على فكرة بجحة قوي. شغل ايه شغل ايه يا امورة اللي انت سايباه؟ انت فاكراني صدقت حوار الفيلم والاستاذة نايمة في الكرفان وبيحطوها في البطرمان؟ عيب عليك، نامت عليك حيطة بتاعت هجاصي. لا 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 لا، لعلمك بقى انا بمثل في مسرحية جديدة وبعمل دور مهم جدا. اوعي تقولي انك البطلة. لا مش للدرجات دي. الشغالة بتاعت البطلة يبقى اكيد الغلوبة بتاعت نكرة في قلب مع البطل. هو انا ما اعرفش البطلة اصلا. لو والله على قد عبطك ده بتضحكيني والله. وما انت ايه علاقتك بالمسرحية؟ اقول لك، البطل اللي هو جوز البطلة بيخنقني. يعني انت هتروحي المسرح كل يوم عشان تتخنقي وتروحي؟ ايوه. طب ولازمتها ايه المشوره دي؟ ما انا ممكن اخنقك كل يوم الصبح على الريق. لعلمك بقى ده دور محوري مهم جدا في المسرحيه. حمرا افندم؟ السما احمرت فجاه يا نيلي. بصي ايه ده؟ دي احمرت هنا كمان. انا خايفه قوي يا كرم. هو احنا كده ايه، خلاص هنموت؟ انا كان قلبي حاسس ان انا هموت على الكوبري. الوداع يا نيلي. اي نعم مقرفه بس هتوحشيني. رامي يا رامي، في ايه يا رشا؟ شايف اللي انا شايفاه؟ انا مش عارف انت شايفه ايه عشان اشوفه. انا شايفه السما لونها احمر. هي لونها احمر ولا دي تخاريف حمله؟ لا يا حبيبتي، هي فعلا لونها احمر. وايه اللي خلاها تحمر؟ ما تحمر براحتها. يعني هي لما كانت زرقاء انت سالتيني هي ازرقت ليه؟ يعني ده ما فيهوش خطوره على البيبي؟ لا خالص. مش عارفه يا رامي، انا حاسه ان في حاجات غريبه بتحصل حواليا، بس هي ايه ما اعرفش. يا حبيبتي دول شويه توتر كده هيروحوا لحالهم. بقول لك ايه، ما تيجي ندخل من البلكونه دي بدل ما نحمر احنا كمان. انا بقول كده برضه. ها تحبي تفطري ايه بقى انت والكلبوب الصغنن اللي في بطني كده؟ احنا عايزين كباب وكفته. ايه كباب وكفته على الصبح كده؟ ايوه. طب وانا اجيب كباب وكفته منين دلوقتي؟ اتصرف يا رامي، احنا جعانين يا اختي. يعني حاضر. وكتر من الطحينه. يوه ما توترنيش بقى. ايوه يا قدري. نعم اموري يا استاذه نيلي. مصيبه يا كرم. وانت يعني جايبه جديد؟ ده انت ملكه المصايب. عمتي جرى لها حاجه؟ انطقي. لا طنط بخير، انا اللي جرالي. ايه وقعتي ولا ايه؟ وقعت قلبي. يا سلام، يعني انا مش مهم؟ قولي المصيبه بتاعتك وخلصيني بقى يا نيلي. هقول لك، هاله كلمتني وقالت لي المسرحيه اتلغت. هي هاله دي بومه مش فاهمه، كل حاجه كده عندها بتتلغي. لا وهي ذنبها ايه بس؟ طب وبعدين يعني؟ طب وايه يعني المصيبه في كده؟ المفروض انك تفرحي. ايه اللذيذ انك تقعدي تتخنقي كده لمده شهر ولا شهرين من حته ممثل لا راح ولا جه اصلا؟ يعني انا المفروض دلوقتي افرح؟ طبعا. بس انا كان نفسي امثل قبل ما الدنيا تنفجر. انا هحقق لك حلمي. هتديني فيلم؟ لا مش للدرجه دي. مش للدرجه دي طبعا. لو في نصيب ان ارجع البيت النهارده هنلعب افلام انا وانتي وعمتي. طب يلا بقى تعالى. تافهه قوي بس للاسف انا محشور في النيل. هي العربيه وقعت في النيل؟ لا 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 لا، انا لما لقيت الشوارع زحمه قلت اركن العربيه واكمل بالاتوبيس النهري. برافو عليك، برافو، فكره حلوه قوي. نظريا حلوه بس لما نزلت النيل بقى لقيت مفيش مكان لرجلي. ازاي يعني؟ ده النيل ده مفيش اوسع منه. زحمه موت اللي راكب فلوكه واللي بيشد باجي جيتسكي واللي لابس عوامه. انا محشور يا نيلي. يعني انت ممكن تغرق في النيل؟
انا كان قلبي حس اني كنت هموت في النيل. الوداع يا نيلي، الاول كنت هموت على الكوبري، دلوقتي بقيت هموت على النيل. هو ما خدش باله مننا ولا ايه؟ يا رامي ايه ده؟ هو انتوا ايه اللي معادكم كده قدام العماره؟ هنعمل ايه؟ مفيش غير قهوة واحدة اللي فاتحة في المنطقة وما فيهاش مكان لرجل. وانا بصفتي رئيس اتحاد العمارة قررت نعمل قعدة على الضيق للسكان. يا متولي ايوه استاذ توفيق. هات كرسي وكوباية شاي للأستاذ رامي. سكر بره يا متولي. عينيه، وعد شاي على مية بيضة صباح وصباح. انت كنت رايح فين يا رامي على الصبح كده؟ مراتي يا سيدي بتتوحم، وعلى ايه؟ كباب وكفته الساعه 10 الصبح. يا نهار اسود، لا حول ولا قوة الا بالله. وهتعمل ايه يا ابني في المصيبة دي؟ مضطر انزل للمهندسين اشوف اي حد يكون فاتح. انسى يا أستاذ رامي، أنا صديقي قال لي البلد زحمة وفوق بعضها، الناس نزلت تشتري الحاجة بجنون. طب اعمل ايه؟ اطلب دليفري ولا ايه؟ انا كده اتوترت. ده لو حد رد عليك أصلا عقبال ما يجيلك تكون المدام ولدت. انت بتقفلها ليه بوشي يا استاذ توفيق؟ هو انا ناقص توتر؟ لا ايه ده يا رامي؟ هي الحقيقة كده دايما بتوجع. ما خلاص يا عم توفيق، احنا لازم نقف مع بعض في الأزمات. انت مراتك أخبارها ايه في الكباب يا أستاذ توفيق؟ أكلها يقرف. هو أنا طفشان من شوية؟ أنا سمعت إن كرم أسطى في الأكل. يا عماد ده طردنا امبارح، ده احنا خارجين من عنده مدلدلين. ما هو ليه حق برضه، راجل يصحى من النوم يلاقي سكان العمارة متجمعين عنده كده بربطة المعلم. لا كان له حق. محدش قال لي يعني إن التجمع عند الأستاذ كرم. ها؟ ما هو انت اصلك لو كنت جيت كانت هتبقى ليله. أنا شفته الصبح وهو بيركب العربية، كان شكله قرفان ومش طايق نفسه. انا خايف لا يكون طفش من العماره. هيطفش فين وعمته هنا؟ أكيد هيرجع. خلاص تاهت ولقيناها. عمته اكيد نفسها حلو في الاكل. ده شيء مؤكد، الجيل القديم معروف بنفسه في الأكل. خلاص احنا نقطع اللحمة ونصبع الكفتة ونطلع على الست نحمده عدل. اتفقنا؟ اتفقنا. يا طن سيبيني في حالي يا نيلي. يعني انت هتفضلي قاعده باصه للسما كده؟ عينيكي هتوجعك. مستنية لما تزرق. وهتفرق معاكي ايه اذا كانت حمرا ولا زرقاء؟ أنا قضيت عمري كله وهي زرق، مش حاجة على آخر أيامي وتحمر في وشي. اهو تغيير برضه يا طن. إلا قوليلي مفيش أخبار عن كرم؟ اهو كل ما اكلمه الاقيه محشور. وأنا عارفة إيه بس اللي نزله؟ طب بقول لك ايه، في كام واحد من سكان العماره عايزينك. أنا مش ناقصة وجع دماغ، قولوا لهم التلفزيون بايظ، اللمة بتاعت امبارح دي مش هتتكرر تاني. هم مش عايزين يتفرجوا. أمال عاوزين إيه؟ عايزينك في استشاره فنيه. أمر لله، اسنديني خلينا أقوم. ماشي يا قمر. استاذ مختار، انت فين يا استاذ مختار؟ انت مين يا ابني؟ ها انت مين ودخلت هنا ازاي؟ انا كرم ما تخافش، انا كرم وعايز الاستاذ مختار. فين الاستاذ مختار لو سمحت؟ انا مختار، انت مش شايفني ولا ايه؟ الله، انت مختار ولا انا اتعميت؟ صبحت، اقعد استريح. انت مختار فعلا؟ ايوه انا مختار فعلا. ايه اللي عمل فيك كده؟ وانت ايه اللي مبهدلك كده؟ وشك اصفر وهدومك منعكشه، ده انت مبلول يا ابني. اكتر من 500 واحد محاصين الشركه، اللي دايس عليا برجله واللي شاددني من شعري واللي حاطط صباعه في مناخيري مش عارف اقول لك، انا متبهدل يا استاذ مختار. طب اشرب يا ابني شويه الميه دول وخد نفسك. انا جالي تسلح. ايه؟ انا تسلخت يا استاذ مختار خلاص. امال انا جايبك ليه؟ جايبني في ايه يعني؟ ايه مش فاهم يعني انت خليتني اسيب شهر العسل واتزني على الكوبري 4 ساعات عشان خاطر اجي اتسحل معاك يعني، ولا ايه مش فاهم انا؟ امال عايزنا اتسحل واتسلح لوحدي؟ احنا في ازمه يا كرم. طب ممكن اعرف الزومبيز اللي محاصرين الشركه دول عايزين ايه؟ عايزين يغيروا بند في الوثيقه. يعني هم اتجمعوا هنا من غير ميعاد واتفقوا كلهم على تغيير البند ده في قلب المنام وبقوا قدامك يعني؟ ما هو ده اللي هيجنني. انا حاسس ان دي مؤامره ضد الشركه. ما تغير البند وتريح نفسك ودماغك يا استاذ مختار. انت عارف البند ده ايه؟ هيكون ايه يعني؟ فيه بند صريح في الوثيقه بيقول ان الكوارث الطبيعيه خارج التأمين، وده موجود في كل الشركات مش احنا بس. هم بقى عايزيننا نكتب في الوثيقه ان النيكز لو فجر الكره الارضيه من حقهم ياخدوا التأمين. نيكز ايه بس يا استاذ مختار؟ في حاجه اسمها نيكز في الدنيا؟ هو اي كلام بيطلع من الدرج عندك بتروح قايله وخلاص يا استاذ مختار؟ الله، قالوا لك ايه المهم؟ او انت قلت لهم يعني انت قلت لهم كده؟
انت قلت لهم كده يعني؟ انا قلت لهم مستحيل ان الشركة تتحمل التعويضات بعد ما الكرة الارضية تتفجر. ده اللي انت قلته له؟ ايوه. وهم اللي قالوه لك ايه؟ هجموا عليا وخبطوني بالكرسي في دماغي. طبعا، ما طبعا عندهم حق، دول ناس مجانين ان هم مش فاهمين حضرتك. امال انا اتصلت بيك ليه؟ وانت اجن منهم يا استاذ مختار، ارجوك يعني معلش. سامحني، احنا هنموت خلاص، مش فارقه معايا رفض، انت مجنون. ايه؟ انت بتقول ايه يا كرم؟ ايوه يا استاذ مختار، مع احترامي لحضرتك، حضرتك لاسع. هي الكرة الأرضية لما تنفجر الناس اللي بره دي هتكون عايشة عشان خاطر تاخد تعويضات؟ لا طبعا. طب والشركة بمجلس إدارتها بموظفينها هيكونوا عايشين عشان خاطر يصرفوا هذه التعويضات؟ تصدق يا كرم؟ هيتصدق دي اللي جايبالي البراويز في مناخيري. أرجوك أرجوك بلاش تصدق دي. اتفضل كمل كلام يا أستاذ مختار. تصدق إن الموضوع ده راح من دماغي؟ ده لو كان عندك أصلا دماغ غير البند يا أستاذ مختار، خلي الناس دي تغور في داهية أرجوك. ده مش من سلطتي. أمال من سلطة مين؟ العضو المنتدب، اطلع له هتلاقيه حابس نفسه في الدور ال13. طب ما تيجي معايا عشان اعرف شكله، اكيد مضروب رخر. ايه؟ اجي فين؟ ده انا لو خرجت من المكتب ده الناس اللي بره دول هياكلوني. يا سلام، وسايبني انا بقى ليهم بقى اتاكل لوحدي مش كده؟ تعالى معايا. ما تقلقش يا كرم، انت لو جرالك حاجة انا هصرف لك تعويض 13 يوم يعيش مراتك ملكة. يا سلام، مراتي. والله وضحكت لك يا بنتي، نشكره.